اسمه ايه السبيح ده؟ قمص. قمص؟ ام حمص. نحط كده ليمون، الليمون الكتير حلو، بيدفي. هو بيدفي. شاطرة، قلت شاطرة الله. بس انا بحط لكم بقى على الصينيه كده ناخده ايه. ما تصدقي يعني. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللي اول مره بيشوفني ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد، ويعمل لي لايك على الفيديو دوت. واللي متابعني بالفعل ما ينساش اللايك والكومنت الجميل اللي زيكم ينزل يكتبه دلوقتي حالا. ويلا بقى كده نسمي الله ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انا دايما ببدأ معاكم كده الفيديو بتاعي بصراحة من بعد الفطار. فترة الفطار دي بتكون بصراحة بقى ايه، مستعجلة، ده عايز السندوتش ده بره، هناكل كده حاجة سريعة. وبعدين الفطار مفهوش افكار كتير، تمام. فبحب اقدم معاكم الغدا، اصور معاكم الغدا عشان خاطر الغدا بيبقى فيه افكار كتير، حد محتار مثلا مش عارف يعمل اكل ايه كده. فبحب اصور معاكم دايما الغدا، تمام. الفيديو النهارده بتاعنا هيكون في افكار حلوه، في توفير، يعني هنمشي مع بعض كده واحده واحده وعلى القد. المهم كده انا بعد الفطار طبعا كلنا وشربنا وعملنا القهوه بتاعتنا، والقهوه اللي اتدلقت. وبصوا انا الحامل اللي بحطه كده عشان لما احط عليه كنكه القهوه ما يقعش، مش لاقياه وناويه ان شاء الله اشتري واحد. فبحط الكنكه بتاعه القهوه، هي بتبقى واقفه وتمام ومظبوطه، بس تيجي كده قبل ما تغلي او قبل ما تفور يعني تروح ايه وقعه، لازم تبوظ لي البوتاجاز. المهم قبل الغدا كده مسكت البوتاجاز نضفته وكل حاجه، وكان عندي صدر فرخه. وصدر الفرخه ده مش حاجه قليله، صدر الفرخه دلوقتي ده حاجه كده ثروه ثروه والله. فانا النهارده هعمل الغدا بصدر فرخه. فبصوا الظروف، يعني الحمد لله ولله الحمد والف حمد والف شكر. المهم بس راحة البال والصحة، وان الانسان يكون عايش كده ايه باله مرتاح، والظروف طبعا على الكل. فانا ايه لقيت عندي بقى كده صدر فرخه، فقلت له تعالى النهارده هعمل اكله حلوه. رحت مسكت بقى صدر الفرخه كده، كنت حاطاه في الفريزر، خليته فك وكل حاجه، ومسكته بقى كده بالسكينه، ورحت ايه خرجت الجناح بالعظمه بكله كده على جنب، ومسكت الصدر كله النساير حطيتها ايه بقى كده على جنب، ومسكت كده لو في عضمايه ولا في اي حاجه كده بشيلها وبرميها، وبمسكها ومقطعهم كده قطع صغيره بخليهم على جنب. وطبعا الجناح ده بالرقبه بالجزء ده كله طبعا ده ما هيترميش، ده هخليه برضو ابقى اعمله مثلا مع اكون جايبه فراخ مع اي حاجه تانية، مثلا اعمل شوربه، اطبخه لما اجي اطبخ، ممكن احطه مع كبد وقوانص كده يتسلق معاهم. المهم ايه يعني مش هرميه، تمام. ومسكت كده القطع الفراخ حطيتها كده على جنب، وبعد كده جبت الكبة وحطيت فيها كده بصلتين او اكتر يعني زي ما تحبي، هفرمهم في الكبة كويس. بصراحة انا جايبة الكبة دي بقالي يعني مكملتش سنة ما كانش عندي كبة، قبل السنة دي ما كانش عندي كبة. يعني بصراحة اللي ما عندوش كبة فايته كتير. طيب انا بقى ايه حطيت كده سمنة، وهنزل بالبصل دلوقتي عشان خاطر يتحمر معايا. طيب هنجيب بقى صدر الفرخة اللي انا قطعته وغسلته كويس، وهحطه برضو في الكبة بعد البصل. انا بحب اضرب البصل الاول وبعد كده اضرب ايه القطع الفراخ. طب لو ما عندكيش كبة عشان تضربي قطع الفراخ دي، هتعمليها في الكبة بتاعة الخلاط اللي هي بتاعة الفلفل الاسود والكمون وكده، بتبقى زي الفل وحلوة والله، بصوا بتطلع زي الفل. المهم انا هعمل ايه بقى، هعمل نجرسكو وبصدر فرخه والله العظيم، وكانت جميله وزي الفل، واكلنا وشبعنا كلنا، وكانت والله العظيم زي الفل. فهو مش بالكميه الكبيره، المهم بس الحاجه يكون طعمها حلو. و بصوا التوفير دلوقتي ما بقاش توفير عشان نوفر فلوس، لا التوفير دلوقتي بقى اللي هو بنمشي ميزانيتنا على قد ما نقدر، صح، على قد ما نقدر. مثلا في عندنا طبعا التزامات دروس واكل وشرب وكشوفات وحاجات كتير، فبنشوف الاهم طبعا وايه بنحطه، يعني بنجيبه هو الاهم. الاكل والشرب ده مش مهم قوي، او البطن ما بتعرفش الاكل والشرب قد ما في بره ناس محتاجة مننا، ايجار غاز مية كهرباء،
مصاريف دروس كده، ده الأهم يعني. فالواحد على قد ما بيقدر بيحاول إن هو يمشّي ميزانيته صح ويمشّي يومه صح، دلوقتي الميزانية بتمشي باليوم بالعافية صح. فالمهم كده إيه، بعد ما تبّلت البصل خالص كده ودبّلته خالص، نزلت عليه بصدر الفرخة اللي أنا كنت ضارباه في الكبة، وبعد كده حطيته على جنب، ونسيت أسلُق المكرونة من الأول خالص، فحطيت الحلة حطيت فيها ملح وزيت، هاحط فيها المكرونة أمّا تغلي. أنا هاعمل زي ما قُلت لكم، أو مش عارفة قُلت لكم والّا لأ، هاعمل نجريسكو. تمام. طيب، أنا هنا حطيت بُصّوا هاقول لكم على حاجة، لمّا باجي باعمل البشاميل عشان أقول لكم يعني طريقته سهلة ويطلع منكم حلو إزاي، ومش عايزة تحطّي سمنة كتير، حطّي معلقتين زيت في الأول وسيبيهم يسخنوا شوية، اللي هو تقدحيهم يعني، وبعد كده تنزلي عليهم بمعلقتين سمنة. ليه بنقدح الزيت الأول؟ عشان ما يبقاش في طعم الزيت كده، وبعد كده بننزل عليهم بالسمنة. أنا بصراحة ما باعملش مقدار للسمنة والدقيق، أنا عندي باحط 6 معالق دقيق للبشاميل، لإني باحبه تقيل وكتير. بعد كده بانزل بدي بقى باقلّبه، أول ما تلاقي الدقيق مكلكع تعرفي إنه كده محتاج مادة دهنية تاني، تحطي بقى معلقة دقيق، معلقة سمنة، معلقة قصدي زيت، معلقة سمنة، اللي أنتِ تحبيه واللي موجود عندِك، وتقلّبيهم كويس خالص، لازم يكون كده إيه، طري خالص كده، وبعد كده تنزلي عليه بكمية اللبن، أو الشوربة أو مَيّة ولبن، أنا باعمل برضه كده وشُفتوني برضه باحط معاكم حبّة مَيّة ولبن، بس أحلى بشاميل يطلع وأنتِ بتحطّي لبن سادة بصراحة، بس عشان الميزانية وكده فهنحط ممكن نُص الكمية لبن ونُص الكمية مَيّة أو ممكن شوربة. فالمهم وإيه، والنار عالية كده وتنزلي باللبن على طول وتقلّبي، تقلّبي مش هيكلكع معاكِ وهيطلع زي الفل، وتحطّي بقى عليه ملح ويبقى كُلّه تمام. المكرونة اتسلقت صفيتها، حطيت حبة بشاميل في الصينية من تحت عشان خاطر ما يلزقش، والصينية تقعد معانا بقى حبة كتار بقى نقعد نغسل فيها وتنشف وكده، فكده مش هتلزق معاكِ خالص وتطلع معاكِ القطعة قطعة. المهم بعد كده حطيت بقى كمية المكرونة، وبعد كده زي ما أنتم شفتوا صدر الفرخة والله ما كانش فيه غيره، وإيه وبعد كده رُحت حطيت المكرونة، وبعد كده البشاميل زي ما قُلت لكم باحبه تقيل، وباحط عليه بيضاية كده من فوق. تمام. وباضربها كويس كده بحبة ملح صغيرين، وباضبّط البشاميل، أهم حاجة البشاميل يكون تقيل، أهم حاجة يكون المكرونة متدارية كلّها، عشان المكرونة لمّا بتظهر من فوق كده فبتنشف وما بتبقاش حلوة. أحلى حاجة البشاميل بصراحة أمّا بيكون تقيل أنا باحبه جدًا. تمام. حطيتها بقى كده في الفرن وقُلت إيه، أمسك المواعين اللي أنا خلّصتها دلوقتي اللي كنت باستخدمها، أخلّصها على طول وأغسلها، لإني لو سِبتها حبّة كتار هنزعل، والله العظيم هنزعل، خصوصًا حاجات حلة البشاميل والكبة والحاجات دي، هنزعل ما المقصود بكلمة هنزعل، يعني الحاجة هتلزق فيهم، أنتِ كل حاجة تخلّصيها، كل حلة تخلّصيها أو حاجة تخلّصيها تحطيها في الحوض جنبِك وتفتحي عليها مَيّة سخنة، مَيّة ساقعة، المهم تفتحي عليها مَيّة، هتلاقي حلة البشاميل ما تلزقش معاكِ وتاخد منِّك وقت كتير. ال ال الحلة أو الطاسة اللي أنتِ مثلًا عصّقتِ فيها صدر الفرخة أو اللحمة بتاعتِك أو أي حاجة مش بتلزق، الحلة بتاعة المكرونة برضه ما لزقتش منِّك، كل الحاجات دي هتلاقيها لانت يعني كده وما خدتش منِّك وقت. أنا بالإسبونج أهو غسلتهم ما خدوش منّي وقت، لإني بعد الغدا طبعًا هيتكوم علينا مواعين تاني وكده، فأول بأول كده غسلتهم عشان زي ما قُلت لكم الحاجة هتلزق في المواعين هنزعل، خصوصًا حلة البشاميل. المهم نسيت أقول لكم حاجة، هتعملي بشاميل يعني لازم يكون في إيدِك المضرب، والله العظيم بيطلع حلو جدًا، أحلى من المعلقة وأي حاجة، بالمضرب كده أهو بتلاقيه يبقى معاكِ زي الفل، بشاميل يعني مضرب على طول. تمام. تمام. في بعض الناس ما بتحبش تعمل مكرونة بشاميل أو نجرسكو يعني، ليه؟ بتقول لك إن هي وَش بقى وحاجتها كتير وموال وحاجات كتير يعني كده، فقال لأ، أنا من أسهل الأكلات عندي هي المكرونة البشاميل بصراحة، ما بتاخدش معايا وقت، أنا ماشية معاها ب3 خطوات، أحط الحلة ماشي، اللي أحط فيها المَيّة اللي أحط فيها المكرونة البصل في الكبة، أو أخرّط بصلتين كده بسرعة وأعصّجهم، وبعد كده يعني أتبّلهم خالص وأنزل عليهم باللحمة أو بالفراخ اللي معايا، وبعد كده بادخل عليهم دي المرحلة التانية، وبعد كده البشاميل، يبقى المكرونة هتتسلق، العصّاج، البشاميل، 3 خطوات ورا بعض، ورا بعض، ورا بعض، نخلّي بالنا البشاميل لمّا بيبرد شوية بيتقل. تمام. آمم تمام. وبعد كده إيه ال3 خطوات دول، هنمسك بقى الصينية هنحط ده فوق ده، فوق ده، فوق ده كده أهو، وبعد كده
نبتدي بقى ايه نحطها في الفرن، يبقى احنا كده خلصناها، ما بتاخدش معانا وقت خالص. عندك عين عليها المكرونه، عين عليها العصاجه، عين عليها البشاميل، وما خدتش وقت. طبعا قبليها بقى بنبقى غاليين اللبن او الشوربه بتاعتنا. لو ما عندكيش لبن ممكن الجناح واللي انا طلعته ده والرقبه دول ممكن نسلقهم كده بحبه ملح وحبه توابل ومعلقه سمنه، هيبقوا شوربه ونعمل بيهم البشاميل وهيبقى زي الفل والله العظيم. المهم بس الست كده تفكر وتعرف تمشي بيتها ازاي، وده مبدئي، وده الكلمة اللي بقولها دايما. واهم حاجة تسمي الله وتتوكلي على الله، لان انتي ما بتعمليش حاجة وحشة، انتي عايزة تمشي بيتك من غير ما حد يعرف عنك اي حاجة وحشة او اي حاجة، ان انتي مش قادرة تمشي بيتك او اي حاجة، تمشيه بما يرضي الله. المهم هنا طلعتها، انا بحبها سخنه جدا، وايه قلت اوريها لكم كده، بس مطلعتهاش في اطباق. بنتي دخلت عليا قالت لي ايه ده يا ماما، انتي قاعده هنا بتاكلي واحنا قاعدين بره، يلا طلعي لنا ناكل، لان ايه احنا بنحب المكرونه بشاميل سخنه او النجرسكو يعني. المهم بقى كده كده ايه، كلنا وقعدنا شويه وشربنا الشاي وغسلت المواعين، وولادي كان بقالهم كام يوم عايزين ياكلوا حمص الشام. حبه حمص الشام دول اللي انتوا شايفينهم ب6 جنيه، 8 كيلو ب6 جنيه. ما تتكسفيش وانت بتجيبي 8 كيلو، ما تتكسفيش ان هو 8 كيلو، ما تقولوش قليل، والله العظيم هو بيزيد. تمام بيزيد. المهم مسكته كده نقيته، شلت منه اي حاجه وحشه، غسلته كويس، حطيت ميه عليه، وبعد كده هرفعه على النار وهسيبه يمكن ربع ساعه تلت ساعه على النار وانا مغطيه عليه وسايباه. ممكن انت مثلا تغليه 10 دقايق وتطفي عليه وتسيبيه ساعة ايه في المية بتاعته السخنة وانت طافية عليه. لكن انا عشان كنت مستعجلة وبالليل وعايزين حاجة تدفينا بالليل كده، خصوصا في الشتاء انتوا عارفين بالليل كده بنحب ايه اي حاجة تتاكل بالليل كده. المهم بعد ما غلى كده شوية ولقيته ده قرب يدخل في السوا، نزلت عليه بكوباية طماطم لسه فريش كده ومضروبة في الخلاط، ومسكت كده ايه حبة توم كده برضو يعني ضربت دقتهم يعني في الهون، وبعد كده نزلت عليه. المهم كله على بعض كده، ولا طشيت ولا حمرت تومة ولا اي حاجة، وسبتهم كده ياخدوا يدوا مع بعض، وحطيت لهم ملح لغاية ما استووا. ودي طماطمية كنت حطاها كده لغاية ما استووا خالص، وايه ابتديت بقى احطهم ناكل يعني. بصراحة حلو قوي. دفي بيتك، دفي ولادك، اعملي لهم الحلو كله في بيتك، عيشي حياتك مع ولادك. ما تبصيش للغلا، ما تبصيش ان الدنيا بقت صعبة. الدنيا بقت صعبة وغلا وكل حاجة، بس احنا مش هنقعد حاطين قدامنا كده ان الدنيا بقت غالية واحنا قاعدين حاطين ايدينا على خدنا. والله العظيم الحمصات دول ب6 جنيه، والثوم عندي في البيت والطماطم عندي في البيت. عايزه اقول لكم كمان ان الطماطم دي انا كنت حايشاهم من الاكل اللي قبلها بيوم، لان كنت هعمله قبلها بيوم في طبق كده في التلاجة، والله العظيم وفرتهم يعني كده. فالدنيا هتمشي والله العظيم، مش هنفضل قاعدين وحاطين ايدينا على خدنا ونقول خلاص بقى والدنيا غاليه وهنعمل ايه وناكل ايه ونشرب ايه. العيال ملهاش ذنب، والله العيال ما ليها ذنب. الاطفال ما يعرفوش حاجه عن كده. احنا بنقول للولاد ان الدنيا غاليه ولازم نشيل بعض يا ولاد، ولازم هنجيب دي ما نجيبش دي كده. لكن هم الولاد في الاخر ما لهمش ذنب، عايزين ياكلوا ويشربوا ويعيشوا زي باقي الاطفال. طبعا جبت عربيه الحمص كده، قصدي حله الحمص وحطيتها، وحطيت شطه وكمون وعصرت ليمون. بتوع الحمص بره بيعملوا ايه، بيحطوا الليمون عليه ميه والشطه عليها ميه والكمون عليه ميه ويعملوا شطه ودقه وكده. لكن انا بحب احطه كده عشان يبقى خام، انا بحب الشطه قوي. تمام. فحطيت شطه كتير ورجعت جبت عربيه الحمص تاني وقلت بقى احط للولاد. كانوا واقفين جنبي وهتسمعوا صوتهم دلوقتي في حوار ما بيني وما بينهم في المطبخ، وانا بحط لهم الحمص في الكوبايات. فرحتهم عندي بالدنيا، سعادتهم عندي بالدنيا، اعمل لهم الحاجه اللي هم عايزينها عندي بالدنيا. ربنا يدينا الصحه وطولة العمر، ويديكوا الصحه وطولة العمر، ونعمل لاولادنا كلنا يا رب. يا ريت الفيديو بتاعي لو عجبك يا ريت تدعمني بلايك واشتراك في القناه، ويا ريت شير الفيديو بتاعي، لان بجد انا محتاجه قناتي تكبر، ومش هتكبر غير بيكم انتوا، محتاجه كل الدعم منكم. هسيبكم مع باقي الفيديو. البتاع الأخضر دي مش هتحط لي فيها حاجة. اللي هناك دي ما انا حاطه فيها. ما ايه ده؟ ياسين عايز سجدة عايزة؟ لا ايه ده؟ ما ايه ده؟ دي بس نقطة. حاضر. ما ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ عايزة بوسي؟ ايه ده؟ ما ايه ده؟ ده حمص، اسمه حمص. مش عارفة الحمص يا بيحة؟ ايه؟ ايه رأيكم يا عيال؟ حلوين؟
الشام. ماما حطي لي ليمونه. لا احط لك ليمون، لازم ليمون. ليه طعمها حلو؟ هي اعملي زي اللي تحليه. بتاع ليمونيه كده. وحطها عليه. مش فاضيين، احنا عايزين ناكل. احنا عايزين ناكل حمص، احنا لسه هنقطع ليمون. لا مش عايزه دوشه بقى، مش الحمص بقى يخليكوا كده بقى. بس هتسوي. بس يا تسابيح يلا عشان اجيب لك حمص. ماشي. اسمه ايه تسابيح ده؟ حمص. امس. ام حمص. نحط كده ليمون، الليمون الكتير حلو. بيدفي. هو بيدفي. شطة قلتي شطة بس الله. بس انا بحط لكم بقى على الصينيه كده، ناخده ايه. ما تصدقي يعني عادي. بس انا بحط لكم كده المعلقه. ده عليه شطه، وده عليه شطه، وده بتاع التسابيح معلوش الشطه. لا عايزه شطه؟ لا. ليه؟ انا حطيت لك شطه. لا بس انت عامله في الكوبايه. لا حاطه لك في الكوبايه اللي انت بتحبها. ابو. مش بتحبي الشطه؟ حاضر. اديله معلقه كبيره. ابو. لا المعلقه ما دي كبيره شويه. حاضر. تحبي الشطه؟ حاضر. حط لك شطه. دي. عايزه شطه كتير؟